السلام عليكم البنات. اليوم جبت بنتي ندير بها واحد الدوره في حديقه الحيوانات بالرباط، واخا ما جيناش بكري حتى ل4:30. دابا في ابريل كتحل من 10 ل 6:30 وعامره الدنيا والاجواء غزاله. غندير بكم واحد الدوره اليوم. تبارك الله كانت الدنيا عامره في حديقه الحيوان، والحمد لله من زهرنا اننا شفنا تقريبا كاع الحيوانات شفناهم، واخا كان الوقت واحد شويه متاخر. الحمد لله شفناهم من غير الزرافه هي الوحيده. مشيت انا وماما واختي وولد خويا الصغير، دوزنا عشيه الصراحه زوينه وبنيتي. المهم الدخله ديال الحديقه كيف ما كتشوفوا بحال ما هكا زوينه. في الدخله كتلقاو البيسين من الجوانب بجوج، دابا راه خاويين، كانوا مولفين كيكونوا عامرين و زوينه. كدوزي فيها نهير غزال، كتعطيو تيكي في الباب، كيكون هكا المنظر كيف ما كتشوفوا. كتبداو كيبانوا لكم الزواحف في الاول. هنا ما عرف شنو كان، وقيله القرد. المهم كتبعوا العلامات وكيعطيوكم الخريطه في الباب اللي كتبعوا فيها منين بغيتوا تدوزوا، والحيوانات اللي مازال ما شفتوهمش. غزاله الصراحه، ما شاء الله غزاله. هادشي هذه اول مره غادي نجيو ليها، ولكن هذه اول مره بنتي غادي تجي ليها. وسبحان الله اليوم راه الاربع وعامره كيف ما قلت لكم. كتبعوا هكا الخرائط، تتبعوا الاتجاهات في كل بلاصه شنو فيها. كاين الحانوت لداخل الا بغيتوا تتغداو شي حاجه، كتمشيو فن غزاله غزاله. كنوريكم هنايا الاتجاهات. بطبيعه الحال راه ماشي بزاف الناس مشاو ليها. استمتعات بنتي وفرحات بزاف، وبغيت نخلي لهذا الفيديو تذكاري بانها زارت الحديقه. واخا هي مازال صغيره، ولكن مع ذلك كتحسي بها استمتعات بزاف. شوفوا هنايا واحد اللقطه كيف بقات حاضيه هاد النمر هذا غزال، ماشي النمر، القط الانمر سميتو. شافت حتى النمر وعجبها بزاف. هنا كنقول قال لك كاينين شي حيوانات غادي يدخلوا جداد للحديقه وما كتسخايش تجي منها. وشوفوا الطاووس هنايا حل جنيوحاته، ما شاء الله غزال. هاد الطاووس الابيض حتى هو. المهم كيف ما قلت لكم يعني كيدوز فيها الانسان واحد النهار من بين الانشطه اللي يمكن لكم تدوزوها هنايا في الرباط. البلايص اللي يمكن لكم تزوروهم هي حديقه الحيوان اللي كاينه ما بين الرباط وتماره. الصراحه زوينه ونقيقيه. واخا واحد البلاصه ما بقاتش كيف ما الاول، هذيك البلاصه ديال المناطق الرطبه ما بقاتش كيف ما الاول، كانت زوينه بزاف. ولكن هاد المره لقيناها واحد شويه تكرفصات. هاد البلاصه خاصه بالطيور اللي دزنا منها. دابا كيبقاو الطيور يدوزوا فوق راسك، كتشوفي جميع انواع الطيور. هاد الطاووس هذا الابيض فنيونه الطيور هكا فوق راسك. كتدخلي من بلاصه بحال القفص وكتخرجي منها عاوتاني. ها هي غتبان لكم كيفاش الدخله ديال الخرجه ديالها بحال ما هكا. هنا كاينين بعض الزواحف، كتلقاو بعض الزواحف هنايا حتى هما. داكشي والله الا اللي فيه الخوف. قردة القردوح، قردة القردوح. ايوا شوفوا كيف ما كتشوفوا والله الا ما كتسخايش. كانت ماما كتقول لنا القندوح وراه هو القردوح، بالك كتنقص بحال القندوح. لقيت اختي في الغابه موضره لينا. شفنا القرد هنايا، ها هو وهما كيجريو هنايا. هبطوا لتحت وكيطلعوا. هاد البلاصه هي اللي قلت لكم البنات ما بقاتش كيف ما الاول. هاد الماء هذا كان نقي وراكد، كيبان لك زوين، فيه واحد اللون زوين يعني صافي. دابا ما بقاش كيف ما كان. وهنا كيكونوا هاد الطيور ولا شنو كيف برمائيه. هذا فرس واحد القرن ولا فرس النهر ولا شنو سميتو، ولا الجاموس. ما بقيتش عاقله.
هنا غاديين كاين اللي من المراحيض والقهيوات هكا لداخل، يمكن ما عندكش الحق تدخل الماكله ديالك. غير اليوم شوف ما قلبوش الصراحه، ما قلبوا لا سيكا لا والو. هنايا كاين نسر نسوره والطاووس. منين ما درتي كتلقايه وكيحل جنيوحاتو، واحد المنظر خطير. ها حنا وصلنا هنا عند النمر. قالت لي يا ماما ما كيبانوا ماشي بحال النمر، تيبانوا قالت لي غير بحال ماشي حيوان حقيقي. ولكن انا كيبان لي الصراحه نمر ما عرفتش. المهم ها هو جات لحدانا. هنا الزرافه من جينا حداها لقينا ما كايناش، ولقينا السبع جالس هو ولا بوء ديالو حتى هو. بنتي هنا كناخذ لها التصاورات واخا نعسات وبغات ترضع، عطيتها ترضع ودرتها في البوسيت نعسات شويه كنسوق بها. يلا شديتها هنا كانت تسوق بها يسرى. ناس السبع ما جاش عندنا بعض المرات. السبع كيجي هنايا كيكون قريب بزاف، وانا هنا عاوتاني كنبان ليكم. المهم كنتمنى هاد لا فيديو هذا يعجبكم. غير بغيت نخليها سوفونير في نفس الوقت نحطها في لاشين ديالي. الا شفتوها كنشكركم بزاف. خليو لي التعليق ديالكم اللي شاف لا فيديو عجباتو، نتمنى يخلي لي تعليق. وبالنسبه للبسه اللي انا لابسه راه خديتها من عند يسرى المريم ديال يسرى. كاين داك النافورات كيف لك غير تجلس تستمتع شي مره هكا، تجلس تبغي شي بلاصه فيها الخضوره وراه هكا تمشي تريح تما زوينه. بالنسبه للدخله 70 درهم للكبار، والصغار تقل من 3 سنين ما كيخلصوش. ومني كيكونوا دايره العروض الا كانوا 2 الناس ولا 3 الناس. بالنسبه لينا حنا خلصنا 3 الناس كبار 70 درهم لواحد، وجوج وليدات صغيورين راه ما خلصوش. بالنسبه بحال هكا ملي كتكون شي مجموعه فوق 20 فرد ولا شي حاجه كيكون الثمن اقل. هنا الجمل والنعامه كان مازال كنصور نخلي غزال المهر غزال حتى الغزال كاين. يا سلام واخا غير 2 سوايع المكانه الحمد لله قدرنا نشوفوا اكثريه ديال الحيوانات شفناهم ودوزنا وقيته زوينه واستمتعنا حنا والعائله الحمد لله. وشفنا بعض الحيوانات. كتدخلي في واحد الجو واحد المود كتغيري المود ديالك. والله الا ملي كتشوفي هكا الحيوانات تدوزي وقيته زوينه. وكنتمنى ملي مازال ما دار لياش ابوني لاباج ديال ابوني وسبسكرايب باش نتحمس وحمسوني انني نبقى نحط دي فيديو جدادين في اليوتيوب، لانني بغيت نولي شي شويه اكتيف في اليوتيوب كيف ما كتعرفوا. يا سلام انا انبهرت تبارك الله بهاد الخضوره والطبيعه. هنا كتبعي غير الفلاش وكتبعي الخريطه اللي عندك وكتشوفي اي حاجه، كتشوفي داكشي اللي مازال ما شفتيش ولا الحيوان اللي مازال ما شفتيش كتبعي الخريطه وكتقدري تشوفي. وهكا كنكونوا قربنا نخرجوا قربنا يسالي لا فيديو ديالنا. وبغيت نقول لكم شكرا من القلب، شكرا الناس اللي تابوناو عندي في القناه، وشكرا الناس اللي شافوا هذا لا فيديو حتى الاخير. ما تنساوش ديروا لي قليل وتفاعلوا مع لي فيديو ديالي. وفين تبغيوني نديكم مره اخرى كتبوا عليا في التعاليق في النواحي هكا ديال جهه الرباط.